شاذة حسونا لك مساء الخير عبر موقع خبر عاجل ومستديوهات سوري بس بالاو تي في. شو بتحب تقولي اول شيء لكل اللي عم يشاهدوك عبر الموقع وخاصة اللي عيدوكي بمناسبة عيد ميلادك قبل ما يجي عيد الميلاد؟ بدي اقول لهم شكرا جزيلا على كل شيء. انا اليوم في يعني بعد دقائق قليله رح كون ضيفة رجا ورودولف برنامج ستوري باس. ان شاء الله تكون حلقه حلوه وكل الناس اللي يحضروها هسه. وبقول لهم ثانك يو كل اللي عيدني، عيد ميلادي بعد يومين 3 ايام، فكل اللي عيدني بقول له شكرا جزيلا وبحبكم كثير وان شاء الله يا رب دائما تكونوا جنبي وانا اكون دائما عند حسن ظن. كيف تحضيراتك اليوم للحلقة بعد غياب ما حنقول طويل كتير، بعد غياب مر على شاذة حسون وجمهورها اللي اشتاقوا انه يشوفوا وتعطشوا ليشوفوك عبر الشاشة؟ كيف اليوم تحضيراتك وليش قررت انه اليوم تطلعي ببرنامج ستوري باس؟ لان انا طلعت اللي ما طلعت يعني هالفتره كلها لانه انا ما حابه كنت اطل في اي نوع برنامج. بعتبر ستوري بس من البرامج اللي نجحوا كثير وهيك صار حديث البلد اكثر من اي حديث ثاني، ففكرت انه اطلع فيه وهذا الشيء حلو يعني، والناس ان شاء الله تحضر حلقه حلوه يا رب تستمتع فيها. شاذة شهدت بيروت عاصمة بيروت من فترة زمنية قصيرة ولادة لألبومك الأول وخاصة ضمن احتضان شركة روتانا لإلك. امتى حتشهد بيروت أيضا عاصمة بيروت ولادة جديدة لكونترا جديد بينك وبين روتانا رسميا؟ يلا قريبا جدا. اصلا ما بقى هلا في انا وروتانا صرنا واحد، يعني انه ما بقى في رسمي. طبعا نحن كلنا شايفين وجمهورك شايفين انه انت وروتانا اعز الاصحاب، ولكن بدنا شيء رسمي. طبعا اكيد في شيء رسمي احتفال يعني. انا بتصور على الالبوم الجاي ان شاء الله بيكون في شيء رسمي رح يكون انتاج روتانا. بتصور الاحتفال اللي انعمل كان احتفال ألف ليلة وليلة يعني ونحكى فيه كثير. تستاهل انت هالشيء. كان شيء كثير حلو. فبدنا نعمل شوية بريك حتى يجينا أفكار حلوة أكثر، نعمل حفل أكبر مع ألبوم إن شاء الله يكون أضخم وأكبر. شاذة خبرينا عن تحضيراتك الجديدة، شو عندك شيء شو عم تحضري لتصوير كليب جديد امتى؟ هلا عندي أول شيء عندي حفلات إن شاء الله بالمغرب بدبي بالسعودية بعد إن شاء الله، وبعدين عندي تصوير كليب علاء الدين ان شاء الله كمان حصوره قريبا جدا. مع اي مخرج؟ قررتي يعني؟ قررتي بس ما حتقولي ولا بعد ما قررتي؟ لا شوف ما حقول لانه في شخصين يعني مخرجين. ما اخذتي قرار نهائي. وفي بلشنا نسمع الالبوم الجديد، يعني بلشنا نسمع اغاني الالبوم الجديد. حلو. هل حيكون في تعاون مع نجوم كبار ايضا بالالبوم الجديد؟ دائما. مثل دائما. بس على في اضافه على اضخم ان شاء الله. ان شاء الله. لكن الحلقه احنا مش حنطول عليك لانك حتروحي مباشره على المسرح مع رجا ورودولف. بدنا لك حلقه موفقه وبقول لك من هلا اكيد موفقه وناجحه تكون حلقه. اخر كلمه بتحب تقوليها لكل اللي بحبوك بجمهورك واللي بيكونوا متابعينك عبر صفحتك طبعا وعبر التويتر هلا جديد وعبر خبر عاجل؟ بدي اقول يعطيك العافيه زكريا، دائما متواجد ودائما ما شاء الله عليك حاضر. فبقول لك الله يوفقك، الله يوفق الموقع خبر عاجل حلو. كل الناس اللي يدخلوا على الموقع اقول له بحبهم. نحن بدنا لك من قصة خبر عاجل ما بنكون موجودين بالمكان الا للنجوم المميزين، مش اي نجم بنضيع وقتنا ونيجي لعندكم. الله يخليك. ثانك يو.